دايماً الجميل مثل ما عودتكم على التميز ومثل ما شهد الليلة تكريم عمالقة من مختلف الدول العربية، بعده مكمل مع الفنانة اللي خلت دلعها ميزة ما بيمتلكوها كتار، وخلت بحة صوتها هوية ثابتة وخاصة لأنوثتها. لعبت كل الأدوار بجرأة وما خافت تندمج بالدور شو ما كانت نوعيته الحساسة. هي الممثلة اللي قدرت تبكينا، هي وعم بتضحكنا. أنا هتجوز ضياء. هتتجوزي ايه؟ أيوه يابا، إذا كان فينا حد لازم يموت يبقى أنا اللي أموت يابا. يا بنتي كفاية غش، أنا كنت عارفة وساكتة من زمان وبقول يمكن يعني، لكن مفيش فايدة، الخيانة بدمك. غوار ابن خالتي، نوال صاحبتي. أهلين. شو القماش غلي ولا اللحم رخيص؟ ليه يا حياتي؟ بطلت خلاص، بس تهتم ببيتك من غير ما تتحشر مع الناس ومشاكلهم. خدي بالك من نفسك. بنطلب من الفنانة رولا سعد وعضو لجنة مهرجان الزمن الجميل الإعلامية غادة بيضون، تفضلوا على المسرح. مساء الخير. مين منا ما بيعرف أمل رمزي يلي انعرفت بأدوارها الجريئة والمميزة، وأنا طبعاً إلي الشرف إني كرمها كون جزء من هيدا المهرجان. ثانك يو دكتور هراج، وتفضلي غادة. لما نحكي عن الجمال والأنوثة منكون عم نحكي عنا، لما نحكي عن الدلع والغنج منكون عم نحكي عنا. الممثلة القديرة أمل رمزي، زقفة كبيرة. مساء الخير. أنا سعيدة جدا جدا، بحس إن النهاردة عروسة، وبشكر الدكتور هراج على الدعوة الجميلة. فأنا سعيدة جدا 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 إن الدكتور هراج حقق لي أمنية، جابني لبلدي التانية لبنان، إنما ما شفتش مهرجان بالجمال ده. ميرسي دكتور هراج.